أنا عندي 25 سنة ومتجوزة بقالي سنتين، والحمد لله شغالة في وظيفة حكومية، ومرتبي حوالي 7000 جنيه. جوزي كمان شغال، ومن أول ما اتجوزنا وأنا شايلة جزء كبير جدا من مسؤوليات البيت. مرتبي بدفع منه مصاريف البيت والإيجار وكل حاجة تقريبا، وجوزي عارف ده وموافق عليه، وعمره ما كان بيسألني مرتبي بيروح فين. هو مسؤول عن الكهرباء والمية والإيجار، وأنا بتكفل بباقي احتياجات البيت على قد ما أقدر. الفترة الأخيرة جوزي بدأ يقول لي: أنا هديكي 100,000 جنيه تعملي بيهم مشروع، ولو محتاجة أساعدك فيه أنا هساعدك لحد ما تقفي على رجلك. في البداية فرحت جدا وقلت يمكن دي فرصة حقيقية إني أعمل حاجة لنفسي، لكن بعد كده قال لي شرط خلاني أتردد جدا: بس بشرط تسيب الوظيفة. أنا مش عايزك تفضلي شغالة عند الناس، عايزك يبقى عندك مشروعك الخاص وتشتغلي لنفسك ومحدش يبقى له كلمة عليكي. كلامه من ناحية عجبني لأنه عايز يساعدني أبدأ حاجة خاصة بيا، لكن من ناحية تانية أنا مرعوبة. أنا مش مسؤولة عن نفسي بس، عندي أهلي وفي ناس كبار في السن أنا اللي بيساعدهم في المصاريف والعلاج، ومرتبي هو اللي بيسندهم. ولو سبت شغلي مش عارفة المشروع هينجح ولا لأ، ولو فشل هعمل إيه؟ جوزي بيقول لي اعملي المشروع وتطمني، وأنا مش هسيبك لحد ما يقف على رجله. لكن أنا بفكر في أسوأ احتمال: ممكن المشروع ينجح وأبقى مرتاحة واشتغل لنفسي، وممكن أخسر الفلوس وألاقي نفسي من غير وظيفة ثابتة، وساعتها مش هقدر أساعد أهلي زي الأول. أنا محتارة جدا بين الأمان اللي في الوظيفة وبين فرصة ممكن تغير حياتي لو نجحت. وبصراحة أنا مقدرة جدا إن جوزي عايز يساعدني ويديني رأس مال، لكن مش عارفة هل أسيب وظيفة حكومية علشان مشروع لسه مش مضمون؟ لو كنتوا مكاني هتعملوا إيه؟ تسيبوا الوظيفة وتجربوا المشروع، ولا تفضلوا في الوظيفة وتعملوا المشروع جنبها لحد ما يثبت نفسه؟ ولو عندكم أفكار لمشاريع ممكن تبدأ برأس مال 100,000 جنيه وتكون مربحة ومستقرة قولوا لي عليها.